هي الخلوة طبعا أو الرهبنة أو كذا. في بعض الناس يعني اشتهروا بالتأمل نعم. أو بالتفكر، نعم. وهي من طريق الأنبياء أصلا، لأن التفكر في هذا الكون نعم. وهذه الحياة هذا جزء عبادة التفكر. ولهذا سيدنا إبراهيم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فأيضا سيدنا نوح عليه السلام: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا نعم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا الدعوة للتفكر في هذا الكون طريق الأنبياء. الله. يعني إذن هو كان يختلي في الغار يتفكر فهو صاحب الفطرة السليمة يتفكر في هذا الكون، الله. يشعر في داخله إن مخلوق وإن الكون لا إله عظيم، ربنا ما خلقت أخذت هذا هذا باطل. باطلا سبحانك الله. فقنا عذاب النار. فهذا تصفى النفس، وهو من التهيئة لنزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم.